الآن الناس تطلب السيارة يقولوا بعد 6 أشهر تدي السيارة. هل هذا الذي كنا نتوقعه؟ بعد 6 أشهر، معنى أنني نعطيك أموالي أنت تدورها 6 أشهر وتحقق أرباحا من خلال الأموال هذه، ثم في النهاية تعطيني السيارة متى تريد أنت. لو أننا فتحنا الباب واسعا أمام الشركات مثل ما كان الأمر من قبل، غير أنه الآن نريد أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي، نفتح المجال واسع، خلي 1000 شركة تجي للجزائر تستثمر في إنتاج السيارات. ما الذي يمنع؟ على جوج شركات، على 5 شركات، على 10، على ماشي 100. لماذا لا يفتح المجال للجزائريين المستثمرون الجزائريون من أجل أن ينشئوا مصانع لإنتاج السيارات؟ ما الذي يمنع؟ خلي المبادرة لرجال الأعمال يروح يتفاوض، هو يجيب الشركة. علاه الشرط لازم تجي الشركة هي في حد ذاتها وتستثمر في الجزائر؟ لماذا لا ننشئ منطقة حرة في الجزائر مخصصة لإنتاج السيارات، ونقول للعالم تعالوا واستثمروا في هذه المنطقة؟ نحن مطالبون بأن نفعل ونسرع الوتيرة، وإلا سنجد احتكارا من نوع آخر، احتكار نحن نباركه. عوض أننا نحارب الاحتكار نخلو شركة واحدة تجي وتحتكر الموضوع بالنسبة للجزائريين. ولذلك أنا أرى بأن الأمر يتعلق بمدى انفتاحنا ومدى مرونتنا في التعامل مع الشركات العالمية.